الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده يهم المصمم ويهم العميل. انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده كتير الحقيقه، واللي اتفرج لي على اي لقاء تلفزيوني هيلاقيني دايما ما بستفدش فيه. الموضوع بتاع النهارده ازاي نوفر واحنا بنشطب. طيب انا ليه ما بحبش اتكلم في الموضوع ده؟ لان بطبيعه الحال ما فيش توفير مش هيصحبه تنازلات. وانا بطبيعه الحال بشوف ان دايما الغالي رخيص. الغالي مش ان انا يضحك عليا وادفع فلوس كتير، ولكن الغالي ان انا اعمل حاجه من الاول كويسه. ده يوفر لي وده يكون ارخص معايا على المدى البعيد. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول. ازاي ان احنا نوفر في التشطيبات؟ اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، قبل اي كلام، الطراز او الستايل اللي انت هتختاره هو اللي هيحكمك في العمليه دي. الستايل بتاعك لو كان فيه حاجات كلاسيكية وكلام من ده، يبقى انت كده بتتكلم في ضعفين او 3 اضعاف الرقم اللي ممكن ان انت تعمله وتاخد بيه كواليتي كويسة او متوسطة، وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك دافع كتير قوي. فاذا ابعد دايما عن الطرز الكلاسيكية اللي هي المتعرف عليها، اللي هي زي الاخشاب اللي فيها نقوشات وكلام من ده والبانوهات والحاجات دي شوية، والنيو كلاسيك نفس القصة. ابعد عن الستايل الفينتج اللي هو اللي احنا بنجيب الحاجة القديمة وتبقى متجددة وعليها ألوان. لأن الحاجات دي في ناس كتير بتعتقد إنها موفرة وإن أنا جبت حاجة قديمة وجددتها وبتاع، ولكن الموضوع الحقيقة بيكلف معالجات كتير قوي علشان القطعة فعلا تتحمل إنها تعيش معايا والألوان دي ما تروحش منها وحاجات كتير قوي. فالموضوع بتاع الفينتج ده صنعة وليها ناسها، مش إن أنا بجيب فرش وادهنه وبتاع، والموضوع مش بالبساطة دي يعني. طيب نخش شوية في الحتة بتاعت التشطيبات. عندنا مثلا حاجة زي الدهانات. بند الدهانات، ابعد عن ان انت تستخدم دهانات تكون غامقة. الدهانات الغامقة اغلى بطبيعة الحال، فاستخدم دهانات فاتحة. ده اول سبب عشان غلو سعر اصلا الخامة بتاعت الدهان الغامق او الغوامق من الدهانات. ده اول سبب. تاني سبب ان الدهانات الغامقة هتحكمك وانت بتشطب باكسسوارز معينه وحاجات معينه، عكس الفواتح او عكس الالوان المحايده اللي هتقبل معاك اي فكره اكسسوارز بسيطه قوي، هتلاقيها اديتك الهدف من المكان ان هو يبقى شكله شيك وبسيط. حته الدهانات دي ممكن توفر لك حوالي 20 25% من التكلفه لو انت استخدمت الوان فاتحه. المردود بتاعها مردود ذاتي على اللون نفسه، ان هو سعره اقل اكيد طبعا كلون فاتح، ومردود طبعا عام على القطع اللي انت هتستخدمها كمان مع المكان بتاعك. طيب تاني حاجة الكهرباء دي ممكن توفر لك حوالي 30% مثلا لو انت ما حطيتش برايز او اماكن مخارج الكهرباء بتاعتك الا عند الاماكن اللي انت هتحتاجها بس. بلاش تعتمد نظرية انا هعمل لما احتاج. النظرية دي صحيحة وجميلة وكل حاجة، ولكن احنا النهاردة بنتكلم في ازاي ان احنا نوفر شوية. فما تقعدش تعمل باريزة في كل حيطة او باريزتين او 3 في كل حيطة وخلاص لمجرد ان انا ممكن احتاج. لا، انت طالما عامل ستايل او عامل طراز مظبوط، انت مش هتحتاج ان انت تعمل فتحات في كل حته. طيب نخش على النقطه اللي بعد كده، الارضيات. ودي اللي دايما واتكلمت عليها كتير قوي في التلفزيون، دايما بتكلم على القصه دي. حته هستخدم بورسلين ولا سيراميك ولا رخام ولا، انت استخدم بره في الريسبشن اللي انت عايزه، ما عنديش اي مشاكل. ولكن دايما في غرفه النوم مثلا بيكون المساحه بتاعتها، لو هنتكلم على حد بيوفر، فمساحه الاوضه عنده هتبقى 3 متر في 4 متر، 4 متر في 5 متر، في الرينج ده او في المتوسط ده. اذا انت في الحاله دي الاوضه دي لو 3 متر في 4 متر، احنا بنتكلم في سرير. السرير ده لوحده اساسا خد تلت مساحه الاوضه ده، يعني ده قبل ما نتكلم. وهنتكلم في دولاب، وهنتكلم دي عناصر التصميم او عناصر المكان بتاعك، وهتتكلم في دولاب، وهتتكلم في تسريحه، وهتتكلم في سجاده، وهتتكلم في ان انت مش عارف حاطط ايه. الكلام ده كله انت اساسا يعني المساحه اللي انت صرفت عليها في الارضيات ك كسيراميك او خامه ارضيه غاليه وجيده وبتاع، انت مش هتشوف منها حاجه. يعني لو هنتكلم بس على متوسطات الفرش، انت ما شفتش خلاص منها حاجه. كفرش اتحط، انت ما شفتش حاجه خلاص. وكمان لو حطيت سجاده، انت يعني انت تقريبا ما بقتش شايف الارضيه. اذا استخدم ارضيه تكون جيده، استخدم سيراميك تكون جيد، ولكن مش لازم اغلى حاجه واحسن شكل. لان في النهايه احنا شغلنا كمصممين ان احنا عندنا بعد تخيل شويه، وبنبقى عارفين اللي المفروض النتيجه النهائيه اللي هتكون حاصله يعني. فما تجيش تستخدم ارضيات غاليه وتكلفتها عالية، وفي الآخر الكلام ده كله مش هيبقى باين معاك. طيب النقطة اللي بعد كده عندي بدايل الرخام مثلا. أنا عندي تحفظ شوية على الحتة دي. حاول إن أنت
يعني ده نظريه عندي من زمان. يعني عايز اعمل باركيه هجيب باركيه، عايز اعمل رخام هجيب رخام. ده قاعده اساسيه كده انا ماشي بيها في حياتي في الشغل ده. ولكن انت لو نفسك قوي يعني ممكن تستخدم بديل الرخام، ولكن انا عندي تحفظ على حته بديل الرخام. في ايه بقى؟ بديل الرخام هو مش رخام، فبالتالي لا هيديك نفس احساس درجه حراره الرخام، ولا هيديك نفس اللمعه بتاعت الرخام. وبيحاولوا ان هم يعملوا حاجه شبيهه بالرخام، ولكن انا دايما بشوف ان مفيش حاجه اسمها ده بداله فبيحل محله بنسبه 100%، والا كان الرخام بطل، والا كان الباركيه بطل، والا كان الخشب بطل. في حاجات كتير قوي يا جماعه بت بت بتكون ليها عوامل عندنا، زي مثلا صوت الباركيه نفسه، احساس الباركيه في المكان. مش عايز اقول لك يعني ممكن يوصل الموضوع لريحه الباركيه نفسه، او تفاعله مع المكان بتاعك، او تفاعله مع المعطرات بتاعتك. الحاجات دي كلها مش هتلاقيها في البدايل. يعني انت ما بتاخد في بديل، اللي بيتكلم في بديل ده بيتكلم عاده في حاجتين: يا اما الشكل، يا اما الشكل ومقاومته بقى للميه، او مقاومته للمش عارف ايه او البتاع. فانت عاده هتقول بديل، انت بتتكلم في نقطتين. طب في عوامل تانية مش موجوده في البدايل دي. العوامل دي لو مش فارقه معاك خلاص استخدم بدايل. بس انا شايف ان لا، يعني انا ما بحبش فكره البدايل الا في يعني في ظروف معينه قوي، او احتياجات معينه، او وظائف معينه. ممكن في عندي وظيفه المكان نفسه تخليني استخدم بديل، ما تخلينيش استخدم الخامه الاصليه. يعني لو هستخدم باركيه مثلا، الباركيه بطبيعه الحال لو ما كانش نوع غالي قوي، انت هتتبهدل معاه بقى في اي ميه ولا اي بتاع، ولا احتكاك ولا تآكل مع الوقت ولا بتاع الكلام ده كله. فممكن في الحالة دي نوصف البديل. طيب في النهاية احنا وفرنا قد ايه؟ انت الستايل بس اللي انت هتشتغل بيه ده لوحده وفر لك مثلا 50%. لو حددت ستايل معين ملوش دعوة بالتكلفة العالية او الحاجات اللي فيها تكلفة عالية. الكهرباء مثلا توفر لك 35%، الارضيات ممكن توفر لك لحد 35%، البدائل الرخام توفر لك 35%، الدهانات توفر لك 25%. في النهايه الفلوس البسيطه اللي انا بتكلم فيها دي ما تفتكرش انها بسيطه، لان او ما تستهونش بيها. يعني في واحد يقول لك ايه والله ده ب 1000 وده ب 1200، لا خلاص زود ال 200 جنيه واخد الكويس. الكلام ده لو انت هتدفع 1000 جنيه بس على فكره. لكن احنا النهارده بنتكلم في نسبه. يعني انت بتتكلم في ال 200 جنيه دي 20% من ال 1000 جنيه. فالنسبه دي مع العدد او مع المساحه بتعد معاك كتير. يعني انت بتتكلم النهارده مثلا لو بتتكلم في ارضيات مثلا، ارضيات بس مثلا شقه 150 متر، يبقى انت بتتكلم في 150 متر. ده انا بتكلم معاك من غير بقى لا حاجات هتتكسر ولا وزر ولا بتاع ولا كلام من ده. او بمناسبه الوزر كمان، استخدم الوزر الجاهز. استخدم الوزر الجاهز بيكون شكله احلى وارخص. طب ازاي هو جاهز وازاي هو ارخص؟ لان الماده بتاعت السيراميك نفسها بتكون فيها معاملات علشان التآكل وعشان البري وعشان الاحتكاك وعشان الكلام ده، بتغلي من ثمن الارضيه. فلو جيت حسبتها هتلاقي ان الوزر الجاهز ارخص وشكله مخصوص ان هو يبقى وزر. الوزر ده اللي هو الفاصل اللي بيتعمل ما بين الحائط والارضيه، بيبقى في قطعه سيراميك كده دايما ما يدور الشقه ودايما ما يدور المكان بتاعك او الاوضه او البتاع ده، عشان يحمي الحوايط من الميه اللي ممكن تدلق او من المسح او الغسيل او الكلام ده. فاستخدم الوزر الجاهز. طيب في النهايه انت لو تتكلم في مثلا ارضيه 150 متر، انت بتتكلم دلوقتي في اضرب بقى 200 جنيه مثلا في الرقم ده، ولا 100 جنيه انت وفرتها في الرقم ده. ومش بتكلم انك تجيب ارضيه ب 1000 جنيه، انا كنت بدي مجرد رقم مجازي. ولكن مثلا انت لو تتكلم مثلا انا نازل اشتري حاجه ب 300 400 جنيه وجبت لا بدل ب 400 جبت ب 300، وفرت 100 جنيه. 100 في 150 انت وفرت 15000 جنيه. ده كده قبل ما نتكلم. طيب في ناس تقول لك طب انزل النص، يعني بدل ما اجيب حاجه ب 400 اجيب حاجه ب 200 مثلا، ب 200 جنيه للاوض او غرف النوم، وابقى وفرت كده 50%. هي ما بتتحسبش كده. ليه؟ في عندك في البنود حاجات ينفع تتوفر فيها كلي، وفي حاجات جزئي. يعني مثلا عندك حاجه زي الارضيات، خلينا نمسكنها كده ونتكلم فيها شويه. الارضيات لو انت هتوفر 50% في ثمنها كخام، لكن انت ما وفرتش كمصنعيه، لان كده ولا كده هو ال 150 متر هم اللي يركبوا. ولذلك انا قلت لك لو اخترت طراز او ستايل يوفر معاك 50% من اجمالي التشطيب. ليه؟ لان الستايل هيحكمك ان في بنود انت ممكن تستغنى عنها اصلا. يعني في بنود انت ممكن الستايل بتاعنا اللي هنتكلم فيه مثلا
في رخام، طب احنا وفرنا الرخام ان احنا ما نستخدمش الستايل ده مثلا يعني، او التراس بتاعنا ده، فاستخدمنا تراس تاني، خلاص لغينا بند الرخام، لغيته بقى ايه تكلفه بتاعت خام ومصنعيه. فانت عشان كده بقول لك اول حاجه بدات بيها الفيديو، اتكلم معايا في طراز، اتكلم معايا كعميل، انت كمصمم يعني بتتعامل مع عميل، اتكلم معايا في طراز او في ستايل. ابدا اول حاجه بالطراز، الطراز ده هو الخط العريض او الخطوط العريضه او الطريق اللي هيمشيك ده بدايه كده. يعني انا يمكن حتى بنصح دايما في دبلومات او في كورسات بديها وكلام من ده، بنصح بالحته دي، ابدا دايما بالستايل او الطراز ده، اول طريق تمشي عليه، علشان ما تتوهش وانت بتشتغل او انت بتصمم وتحط حاجات عك مع حاجات. احنا يا جماعه ما بنشتغلش كده، والله احنا ما بنشتغلش كده، احنا لازم ستايل او طراز وفكره تصميميه، الحاجات دي هي اللي تخلينا في الاخر ممكن اعمل لك شقه تشطيبها يتكلف زي ما اي حد تاني ممكن يعملها، وابقى انا كسبان وانت كسبان ومبسوط والشغل نظيف. احنا شغالين بسيستم او بنظام